هذا هو التضخم، ماهوش المعيشة هي اللي غلات برك. ثاني هو أنه قيمة كل ورقة في يدك راهي تنقص مع الوقت. بصح كيفاش راهو يصرى هذا؟ بكل بساطة أخويا العزيز، الحكومات والبنوك كي تطبع الدراهم أكثر من اللزوم باش تخلص ديون ولا تحرك الاقتصاد، كل ورقة كاينة في السوق تولي تسوى أقل، على خاطر الكمية زادت بصح البضاعة الحقيقية ما تضاعفتش. تخيل معايا في 2015 كان عندك 5 ولاد، كنت تشري لهم 5 حبات حلوة كابريز ب 500 فرانك، 5 دينار. بعد سنوات ربي رزقك، الولاد زادوا عندك ولاو 10. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. في رايك اليوم في 2026 1000 فراك 10 دينار تجيب لك 10 حبات؟ واش اللي صرا؟ التضخم خلى الحبة الواحدة تسوي أكثر من 1 دينار، على خاطر الطلب عليها زاد، كيما الحلوى كيما الدراهم.